يمكن هي ذكريات حلوة يتمنى أن تطول ولكنها لا تطول. يعني هناك أشياء كثيرة حدثت في طفولتنا أضعنا بعضها لأن الذاكرة لم تحافظ عليها، أو ربما حافظت عليها في ملفات جد صعب أن نجدها. لكن كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الطفولة بعد أن نقطع هذا العمر؟ أول خطوة هي إنك تتقبل هالشيء. تتقبل هالشيء صار معك ممنوع، بدك تتقبل إنه هذا واقع وصار، ما فيك تغيريه. فيك تغيريه هو هلا، هو مستقبلي. والمستقبل كيف بدك تغيريه؟ إنك تبلش بهاللحظة. ولازم لازم لازم تعرف إنه هيدا جيرني أو مرحلة طويلة، فتاخد وقت. لنقول أخذت معي سنتين، معك ممكن تاخد 3 4 أو حتى سنة. وأنا ما فيها أكيد اللي بالطرق تاعي استعملتها وكل شيء، بس ما فيها ترد عليك. كل إنسان مختلف. كل إنسان مختلف. ممكن تمشي معك، بس ممكن لا. لاحظت هنا إنه بعدك عم تاخذي دورة مدرب شخصي للياقة البدنية. هذا شو يعني؟ رياضة؟ جيم كوتش. يعني لماذا يعني؟ صحيح أنا عارف القاعدة، العقل السليم في الجسم السليم، بس مش لهالدرجة يعني. هذا شغل الجينات، مش معقول. طب إنه فعلا هي قضية جينات يعني؟ أو حسيتي إنه عندك نقص ما وبدك تعبيه؟ هلا من أنا وصغيرة 7-8 سنين بابا بيدربنا كل يوم رياضة، أنا وأخواتي. أيوة. كبرنا. حسيت إنه فهمت تعلق لبابا بالرياضة. هو فعلا شيء نفسي بحسن لك نفسيتي. يعني كأنك رحتي على عالم تاني كليا. طبعا هو شيء كتير منيح لجسمك كل شيء، بس كمان للنفسية كتير بتتغير. شو أنواع الرياضات عندكم؟ ايروبكس، كل شيء خاص بالكارديو، باكت، نط حبل، كل شيء. كمان مرنا كل العضلات يعني أساسي. الله ما بيحبني وشو